ازيكم عاملين ايه؟ انا هبة ودي قناتي. يلا مع بعض نعمل كيك الاناناس بطريقة سهلة ولذيذة وهتظبط معاكي قوي حتى لو اول مرة هتعمليها. اولا محتاجين نكرمل سكر، كوباية سكر واحدة هتفرديها في الطاسة بالشكل ده والنار تكون هادية، وتسيبيها لحد الحروف ما تبدأ تتكرمل او النص تبدأي تقلبيها. قلبي بقى باستمرار والنار تكون هادية علشان ياخد لون عسلي جميل كده وما يتحرقش مننا ويبقى ممرر في الكيك. النهاردة هستعمل الاناناس العلب. لو استعملتي اناناس فريش مفيش مشكلة، قطعيه برضو وهيبقى جميل قوي. الصينية اللي هستخدمها مقاس 28، هحط فيها الكراميل من تحت وبعدين طبقة اناناس، واللي هيتبقى من الكراميل هحطه فوق الاناناس تاني بالشكل ده. انا حطيت الاناناس سليم كل دايرة كده، لكن لو تحبي تقطعيه لقطع صغيرة مفيش مشكلة. حطيته كده وبعدين حطيت فوقيه باقي الكراميل. المكونات الجافة بتاعتنا 3 كوبايات دقيق، هنضيف لهم معلقتين نشا وعلبة أو باكو بيكنج باودر ورشة الملح. هننخلهم بقى بالمصفى كده وبعدين نقلبهم مع بعض كويس قوي علشان البيكنج باودر يبقى مخلوط مع كل الدقيق. 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، معاهم معلقة صغيرة فانيليا، معاهم السكر كوباية سكر، وهنضربهم بقى كويس قوي. ضفت لهم كمان معلقة كبيرة خل أبيض. هنضربهم كويس قوي لحد السكر ما يدوب وياخد البيض لون فاتح بالشكل ده. بعد كده هنضيف لهم كوباية نصها لبن ونصها عصير أناناس. طبعا لو استخدمتي الأناناس الفريش مفيش عصير، استخدمي كله لبن، الكوباية كلها لبن. ضربت دقيقة بقى وبعدين حطيت 3/4 كوباية زيت وضربت دقيقة كمان، وبعدين هنبدأ بقى نضيف المكونات الجافة بتاعتنا. نزليها شوية بشوية، ما تحطيهاش مرة واحدة. شوية دقيق ولما يدوبوا خالص كده في باقي الخليط حطي شوية تانيين، وكرري بقى العملية كده لحد الكمية كلها ما تخلص. الفرن دلوقتي مولعينه على درجة حرارة 180، هنحطها على الرف الوسطاني. وما تولعيش الفرن كتير قبل ما ندخل الكيك، 5 دقايق كفاية. نزلت بقى خليط الكيك اهو فوق الاناناس والكراميل، واخبطيه خبطتين 3 كده عشان فقاعة الهواء تطلع منه. وبعدين هتحطيها في صينية أكبر وتحطي مية سخنة ارتفاعها هيكون نص ارتفاع الصينية، وهندخلها بقى الفرن على الرف الوسطاني. أخدت حوالي 45 دقيقة وطلعت بالجمال ده. لازم بقى تقلبيها وهي سخنة قوي، لأن هي لو بردت الكراميل هيتجمد مننا ومش هتعرفي تقلبيها. هتطلع بقى جميلة قوي معاكي، وبقولك زي ما بقولك كده هتطلع مظبوطة جدا حتى لو أول مرة هتعمليها. كيك شيك قوي وجميلة، وهي يعني مش مكلفة، هي بس علبة الأناناس لكن باقي مكوناتها كلها بسيطة جدا. شايفة بقى ارتفاعها وهشة قوي، وشايفة لون الكيك فاتح ازاي. زي ما بقولك هتتظبط معاكي حتى لو أول مرة هتعمليها، وبألف هنا. ولو عجبتك الكيك بتاعتي النهاردة اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، ونتقابل تاني مع أكلات حلوة كتير، وباي باي.